طبعا كلنا فاكرين سلاحف الرنجة اللي كنا زمان بنتفرج عليهم، بس ما كانش حد يصدق انهم في يوم من الايام يكونوا وسطينا، لا وكمان يغيروا الاسم بتاعهم لسلاحف الرنجة. فالنهارده جاي اكلمك على شويه اختراعات بالرنجة اول مره هتشوفها في حياتك، من سوشي رنجة لصواريخ كفته رنجة، لا وكمان عاملين اختراع جديد باسم الشخرمون. فخليني الاول اعرفك على مشروع سلاحف الرنجة. مبدئيا كده المكان اللي موجودين فيه فهو مبادره تحت رعايه السيد رئيس الجمهوريه، موجودين في السيده زينه في شارع بورسعيد جنب مدرسه الخديويه. فتعالوا نرغي شويه على الحاجات اللي بيقدموها. وانا الاول مره في حياتي اكل سوشي بطعم الرنجة. الفكره حرفيا كانت مجنونه، ولكن بجد كانت ممتازه، وده غير صواريخ الرنجة لاول مره في حياتي اشوفها. فلو تفتكروا ان انا كنت مصور لسلاحف الرنجة من سنتين، فدي مش اول مره نجربها، ولكن التجربه الجديده في طاجن الشخرمون، وده بيكون بطارخ ورنجة مع فلفل الوان مع شويه توابل خاصه بسلاحف الرنجة. وده غير ان اكتشفت عندهم انهم بيعملوا ملوخيه بالرنجة. انا مش عايزك تستغرب لان المكان ده اغرب. معامله الاستاف هناك جميله جدا، ولما تروح هتلاقيهم كلهم لابسين اقنعه، يعني دوناتيلو رافاييلو، لدرجه ان حسيت وانا قاعد معاهم بان المعلم رشدان. مستنيينكم في اي وقت تنورونا. ده طبعا مستر كريم فرعون. ايه رايك في السوشي؟ موت قوي يعني. الخير والبركه يا اخويا احسن اخويا فرعون وربنا. حبيبي يا صاحبي. كام ماسكينها بالعافيه. يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا. انا عايز اقول لكم ان التجربه كانت جميله جدا، وما تنسوش تروحوا تجربوها. وانا حسام مانو، ولو عايز تجيب جول اضرب لك واحد شخرمون.